في سنة 1869 في بوسطن الأمريكية كان في مصور اسمه ويليام ميميلر، كان قاعد في الاستوديو بتاعه عادي جدا، وفجأة دخلت عليه ست في أواخر الستينيات طلبت منه إن هو يصورها هي وجوزها. بس المفاجأة إن جوزها كان متوفي، وكان باين على الست دي إن هي من طبقة غنية جدا وقتها. ويليام اتفاجئ بس بعد كده وافق وقام وجاب الكاميرا بتاعته علشان يصورها. وفي روايات بتقول إن الست دي مرات الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن اللي اغتال قبل القصة دي ب4 سنين. وبيقال إن الست دي كانت مؤمنة بالأرواح، وكانت قاعدة في يوم وسمعت روح جوزها وهي بتقول لها إن هي عايزة تتصور معاها، وطلبت منها إن هي تروح للشخص ده. ويليام صورها ونزل علشان يظهر الصورة بنفسه. وأول ما شاف الصورة بعد ما خلصت ويليام اتفاجئ من اللي شافه، لأنه شاف في الصورة إن في طيف أبيض واقف ورا الست وحاطط إيده عليها، ده طيف إبراهام لينكولن. والصورة وقتها انتشرت وبقت من أشهر الصور في القرن ال19 في أمريكا. ويليام ما كانش مؤمن بالكلام ده مع إن مراته كانت وسيطة روحانية، بس حب يجرب يصور نفسه، وفعلا ظبط الإضاءة وظبط الكاميرا وراح على المكان اللي هو هيتصور فيه وخد الصورة. ولما نزل علشان يحمضها اتفاجئ إن في ست واقفة جنبه. عرض الصورة على مراته والروحانيين فعلا أكدوا إن دي روح بنت عمه. وهنا ويليام أطلق على نفسه أول مصور فوتوغرافي للأرواح في التاريخ، والناس بقت تجيله من آخر الدنيا علشان تتصور مع حبايبهم اللي ماتوا من سنين. وكان سعر الصورة وقتها $10، والسعر ده كان ضخم جدا وقتها لأنه 10 أضعاف الصورة العادية. وكان بيقول للزبون إنك لازم تتصور 12 صورة، وده علشان أنا مش ضامن إن الروح هتظهر في أنهي صورة منهم. الناس صدقوا، بس الأغرب إن بدأوا يطلبوا أرواح مشاهير، وفي ناس كانت بتدفع فلوس أكتر علشان تتصور مع أرواح تاريخية ماتت من آلاف السنين. لكن مع الوقت الشكوك زادت، وكان في مصور اسمه جيمس بلاك قرر يكشف اللعبة اللي هو بيعملها، وراح له وقال له هديك $50 بس صورني وأنا معايا شبح من غير أي لعبة في الصورة. فجيمس دخل الاستوديو وفضل يفتش على الأماكن اللي ممكن يكون بيقدر يلعب فيها في الصورة، وكمان فتش الكاميرات علشان ممكن يكون بيلعب في العدسات أو حاجة زي كده. فقال له خلاص أنا كده اتأكدت وأنت ممكن تصورني. وأول ما صوره نزل معاه المكان اللي بيحمض فيه الصورة، بس اتفاجئ إن الصورة اللي تصورها بيظهر فيها شبح. طبعا وقتها ناس كتيرة حاولوا إن هم يقلدوا ويليام، بس محدش كان قادر يطلع نفس الصورة اللي هو بيطلعها، لحد ما جاله واحد في سنة 1871 وقال له عايز اتصور صورة أنا وأبو مراتي اللي توفى من سنين وعايز أعملها مفاجأة لمراتي. ويليام وافق وصوره عادي جدا، وبعد ما صوره شاف إن في شبح جنبه في الصورة، راح ضحك ضحكة خبيثة وقال له مبروك انكشفت يا نصاب، لأن الراجل ده كان ظابط واللي بعته العمدة مخصوص علشان يكشف لعبته، وإن أبو مراته أصلا ما كانش ميت. الشبح اللي جنبه في الصورة ما كانش يشبه حتى أبو مراته. وويليام اتقبض عليه واتحبس، والمحاكمة بتاعته كانت حديث أمريكا كلها. نص بيقول إن ويليام فعلا بيصور صور أشباح لناس ماتت من سنين، وناس تانية بتقول إن دي خرافات واللي بيعملوا ده خدعة مش أكتر. والمحاكمة بتاعته كانت قدام هيئة المحلفين في أمريكا، والناس اللي صورهم قبل كده جم لحد المحكمة وشهدوا معاه. فالمحامي بتاعه قدر يلعب لعبة وأقنع المحكمة إن الناس دي ما تنصبش عليهم، وإن فعلا قدم لهم خدمة قدام الفلوس اللي كان بياخدها منهم، وإن مفيش دليل قاطع إن هو كان بينصب على الناس. وفعلا المحامي قدر يطلعه من القضية، بس قصاد كده خسر جزء كبير من سمعته. ويليام خرج من القضية علشان ما كانش فيه دليل قاطع عليه. وبعد فترة ويليام أعلن إفلاسه ومات في سنة 1884. بس الأغرب إن هو دمر كل النيجاتيف بتاع الصور بتاعته، ولحد دلوقتي محدش قدر يثبت إن اللي هو كان بيعمله ده خدعة ولا حقيقة. ودلوقتي السؤال ليكم انتوا، فعلا ويليام كان أول مصور فوتوغرافي للأرواح في التاريخ، ولا كان نصاب عبقري قدر يضحك على عقول الناس؟ واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي لو حابين ان انا اعمل قصص زي كده تاني. وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتسيبوا لي كومنت زيكم جميل، ودي فيديوهات تانية انا برشحها لكم. وسلامات.